السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير. على العموم الإخوان، ما غاديش نطولوا في المقدمة وندخلوا مباشرة في الموضوع. وقبل ما غادي ندخلوا في الموضوع غادي نسمعوا من واحد المقطع اللي هو مقطع مهزلة وعفن كيف ما كنسميوها في المجتمع المغربي. خليكم مع هذه اللقطة هذه وانا نعاودها. دير نية واحد الدريه بكثرت مع اللي جاب القهوه كنت زدت الفينال كون حملت مني زعما الصراحه باش نكون واضح والله. رابع أقوى منتخب في العالم بغاو يديروا ليه اختفاء في بلادو، وبحفل تكريم كيليق بالمكانة ديالو، بحضور رئيس الجامعة والمنابر الإعلامية. المسؤولين والسياسيين ديالنا يحاولون إفساد ما تبقى من المجتمع بشتى الوسائل، ولكم في وزير العدل خير مثال. للأسف الشديد ناضوا جابوا ليه أتفه فكاهي وأوسخ فكاهي في العالم. هاد الحفل ديال التكريم كان من تنظيم الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اللي كيشرف على الرئاسة ديالها إدريس شحتان. مع العلم هاد إدريس شحتان هو صاحب أقدر قناة وأوسخ قناة إلكترونية في العالم، وهي شوها تيفي. دابا واش نطلعو طاليس العمارية على داك السكيتش الباسل والحامض اللي دار، ولا نطلعو اللي جابوه وعطاه قيمة، ولا اللي جالسين يصفقوا ليه باش يوقف امام ابطال العالم في عيننا؟ النكتة او الموقف الفكاهي اللي كنعرفو في المغرب النقي والمحافظ اللي كبرنا فيه مع والدينا السيطاليس عبارة عن جنس ادبي رفيع يمتاز من الجمال، لا القبيح من الطرافة ولا التنمر، ومن اللطف لا التعنف والتنقيص. صحيح هو حالة من المزاج والتسلية، لكن في نفس الوقت رسالة وفن وإبداع في إطار محترم، بعيد كل البعد عن الندالة والوضاعة والدناءة الفكرية. انت جيتي حتى النهار الكبير وجبتي معاك سكتش من الطر ديال الزبل، وبديتي كتهز وتشير علينا. لا انت ضحكتينا ولا قدمتي لنا شي رسالة ولا حتى شي حاجة من هاد الشي. كنتفرجوا مرقنا في بلاصتك، والناس اللي حضروا صفقوا لك غا حيت انت طلبتي منهم انهم يصفقوا لك. شاركتي بوصلة فكاهية فيها بزاف ديال الانعدام الحياء والفحش في التعبير اتجاه المشجع المغربي اللي وصفتيه بطريقة غير مباشرة على أنه مكبوت جنسيا، واتجاه المرأة المغربية اللي رجعتها بضاعة رخيصة منها اختك ويمك. ننتظر اعتذار رسمي من الجهات المسؤولة عن هذا التنظيم السيء، خصوصا والمناسبة تكريم فريق بهر العالم بالقيم التي يتبناها، ليأتي تافه بضاعته كلام ساقط وفاحش وسخرية لا أساس له من الصحة ليهدم ما بناه القادة. صراحة هذا التقديم والعرض التفاهي، هذا العفن لا يليق بالمنتخب ولا يليق بالمجتمع المغربي، لأن كرة القدم فريدة بخطة جديدة حيرت جل المدربين واللاعبين الذين تربوا وترعرعوا على القيم والأخلاق النبيلة. قدموا دروسا في الارتباط العائلي واحترام الأم بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة، ثم ليأتي مهرج سفيه ويقلب الطاولة رأسا على عقب في حفل هدم فيه كل ما بناه الرجال في مونديال كروي اعترف فيه العالم بقيمة الفريق الوطني وأخلاق لاعبيه. فخرج لنا هذا المهرج الجاهل عن السياق ونشر غسيل مكبوتاته أمام المجتمع، كيبين للعالم ضعف المجتمع المغربي أنه مكبوت جنسيا مثله، لكنه فضح نفسه وأساء لمحيطه الذي يعيش فيه قبل أن يسيء للمغرب وأبنائه وبناته. الله يعفو عليك أنت وعلى المسؤولين الذين اختاروك لتقديم هذا الحفل. هذا الحامض لا يمثلنا أبدا، وهذوك اللي قالك يعنقهم في القهاوي أكيد باللي منهم اختو وبنات خالته وبنات عمته وبنات عمه وبنات خاله فقط، لأنهم ليسوا من عائلتنا، وإن كان يعيش في انحلال فنحن لا وألف لا. من أجل المال والشهرة أحيانا الإنسان يتجرد من إنسانيته ويتحول إلى جاهليته، ويعبر عن كبته بدون شعور، ويفعل أشياء تسوء لدينه وشخصيته. للأسف هناك من يدعمه ويشجعه على تلك التفاهات الممسوخة التي يقدمها فلذة أكبادنا. أختم بقولي هذا وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
We'll be right back.